هاي لينا، ازيك؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ الحمد لله كله زي الفل. معاكي ويسبر بوك، في حاجات عنك وحاجات هنختبرك فيها وهنلعب كمان. اسحبي اول كتاب وشوفي مكتوب فيه ايه. مبدئيا كده انتي صحيح عندك 3 اسامي فعلا، لينا وصوفيا وعايشه. اشمعنى اخترتي لينا وصوفيا يبقوا اسم شهرتك؟ اشمعنى؟ ليه؟ يعني هما اول 2 يعني هما في الباسبور لينا صوفيا عايشه، فاخترت اول 2 وبعدين بحب الاسامي دول قوي، وطبعا بحب عايشه يعني ده اسم جدتي الله يرحمها، بس مش عارفه يعني لينا صوفيا انجلينا جولي كده يعني. طب في حد بيناديلك عايشه او صوفيا في حته تانية؟ لا خالص يعني، بس انا وانا صغيره كنت بروح سمر كامبس كتير يعني بره مصر وكده، وكنت بقعد بقى استظرف واقول للناس ان انا اسمي صوفيا عشان كنت بزهق من اسمي بسرعه، بس غير كده يعني مفيش حد بيقول لي صوفيا او عايشه. لا. بما انك عارفه لغات كتير ومامتك نفسها انك غني دلوقتي اغنيه عشان انت حبيبي وابن حبيبي بس بالفرنسويه. انت عارفه الاغنيه صح؟ ايوه عشان انت حبيبي وابن حبيبي. استنى بس هي عارف عشان الفرنساوي ما بيترجمش، هيبقى حاجه غريبه قوي. هيبقى باسكو تو ازاي تقولي حبيبي مون امور باسكو تو باسكو تو مون امور اي لو فيس دو مون امور اي لو فيس دو مون امور. انت عارف ان دي حاجه غريبه قوي بالفرنساوي، لو قلت لحد كده هيقول لك انت بتقول حاجات غريبه. طب احنا ما سمعناش صوتك، انت ما غنيتيش. لا ما انا مش هغني بس باسكو تو مون امور اي لو فيس دو مون امور. والله طب غنيها بالعربي طيب. ايه؟ لا بس انا غنايه بالعربي مش احلى حاجه. لفيتي بلاد كتير قوي، قولي لنا بلد نفسك تعيشي فيها وكم بلد زرتيها، وقولي لنا اكتر بلد فيهم شبه مصر. مش هعرف بجد اقول لكم كل بلد زرتها عشان بجد يعني كتير؟ الحمد لله. يعني انا اهلي بالنسبه لهم السفر دي اهم حاجه، فسافرت اكتر من 30 بلد يعني، فانا بجد مش هعرف يعني اقولهم كلهم. في بلاد كتير قوي بحبهم. نفسي اعيش في اليابان، بحس ان الحياه عندهم اكننا عايشين يعني بعد 100 في المستقبل، فحاسه ان دي حاجه لذيذه. وعمري ما رحت اليابان، فنفسي اروح اليابان. ايه اكتر بلد فيهم شبه مصر؟ مفيش اي بلد شبه مصر بجد وشبه ممكن ايطاليا شويه، مش في شكل البلد بس الناسها شبهنا جدا يعني، فعلا روحهم زينا ودمهم خفيف زينا وطريقه كلامهم يعني فعلا زينا. بتعرفي ايطالي؟ زينا. لا مش قوي، بس قصدي التون يعني بتاعهم، يعني حتى لو اتفرجت على فيلم او كده ايطالي، هم عندهم سينما حلوه قوي يعني، افلامهم حلوه جدا. هتشوف ان طريقتهم يعني استاتيك كبيره مش عارفه افهمك ازاي، بس فعلا هم طريقتهم زينا يعني. بس عندهم منشر غسيل؟ منشر غسيل عندهم منشر غسيل بجد؟ ايوه. هو انت ايه؟ على فكره كل الناس عندهم منشر غسيل يعني اصلا ما شفتش حد بينشر غسيله في البلكونات غير مصر بصراحه. في سيسيليا في ايطاليا ناسها يعني عرب كده شويه، اورينتال كده جدا. أوكي. فاكيد هتلاقي في نموذج منشر غسيل. اوكي. منشر غسيل. مثلتي في بلاد بره وكمان في مصر، ايه الفرق بين التمثيل هنا في مصر وبره؟ التمثيل هناك كل حاجه يعني بالثانيه يعني، وكل يعني المشهد ده كاتبين في الورقه ان هو هيقعد ساعه، بيصوروه هيقعدوا فعلا ساعه، كل حاجه بالثانيه وفيتنج، وكل حاجه بتحصل بجد. يعني بنبدا الساعه 7 الصبح، لو مكتوب في الورقه ان احنا نبدا الساعه 7 الصبح فعلا بنبدا، ولو مكتوب ان احنا هنخلص 8 هنخلص 8، مفيش ولا قبل ولا بعد. لا يعني كل حاجه بالثانيه. بس هنا احنا مش كده خالص. هنا احنا كل حاجه يعني مش قصدي يعني ان احنا كل حاجه مش يعني بالثانيه، بس يعني ممكن حاجه تطول وحاجه تبقى وقت قليل، يعني مش بنبقى عارفين ايه اللي هيحصل في اليوم. طب لو بره حد عاد المشهد، مش ده خارج عن المألوف؟ طبعا بيعيدوا كل حاجه، بس هم اصلا بيبقوا عاملين حسابهم على ده. يعني عاملين حسابهم على الاعاده كمان؟ طبعا بيبقوا لا حاجه مرعبه يعني، اكنهم قاريين المستقبل يعني، حاجه غريبة جدا يعني. ظهرتي في فيلم ماري وما قلتيش ولا كلمة، ده اتشال في المونتاج ولا الدور كان كده؟ في طبعا مشاهد اتشالت في المونتاج، بس انا قلت يعني كان في جملتين كده قلتهم. هو في الفيلم ده كان فيه 200 ممثل، وانا كنت يعني مترقمين، انا كنت رقم 10، وده حاجة كويسة قوي الصراحة، انا مبسوطة منها. وبعدين يعني انا مش عامله دور واحده عربيه فيها، انا عامله دور واحده زي الناس الاجانب اللي كانوا هناك، فده بالنسبه لي حاجه جميله جدا. وبعدين انا بالنسبه لي التمثيل او حجم الدور مش بالكلام، يعني حجم الدور تعبيرات. وهو اصلا دوري كان مكتوب كده، كان اكتر مش بتكلم قد ما هو افعالي اللي انا فتنت على ماري وقلت وكذا، فان انا مش بنت يعني سالكه يعني. لو هنتكلم استاذه نبيله عبيد عملت الدور ما كانتش بتتكلم فيه عشان كانت معاقه تقريبا او ما بتتكلمش. ايوه، وبرده كانت بطله وحاجه يعني
التمثيل كله بالرياكشنز مش في تاني اعمال عالميه جايه قريب زي ماري كده؟ يعني بصوا ادعوا لي، يعني انا دلوقتي مفيش حاجه، بس ان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله. اوكي. ربنا كبير يعني. لو جالك فيلم عالمي وهيبقى هتسيبي السينما في مصر خالص تعمليها؟ ازاي اسيب السينما في مصر؟ يعني خلاص هتبقي هناك زي عمر الشريف كده، ساب مصر كتير وراح قعد عمر تاني. انا مش هقدر، ما اظنش هقدر اسيب مصر عموما حتى لو ما كانش تمثيل. يعني حاسه ان احنا كلنا عندنا الحته دي لما لو سافرنا بره او كده بنبقى عايزين دايما نرجع، عشان يعني البلد دي فيها حاجه كده روحها حلوه قوي، يعني الروح دي مش موجوده في اي حته بره. فانا حتى لو مثلت بره مش هعرف اسيب مصر خالص يعني. والتمثيل في مصر فيه متعه برضو، والتمثيل مع ناس مصريين والشغل مع ناس مصريين عموما في يعني في روح كده مش موجوده في حته بره. فما اظنش هقدر اسيب مصر تماما يعني. بس لو جالي فرصه بره طبعا هروح وبعدين ارجع واروح، اصل اكيد مش هينفع اروح وما ارجعش خالص، دي صعبه يعني. اما بيعرفوا انك مصريه او بتمثلي في مصر بيقولوا لك ايه؟ بيقولوا لي ايه؟ على فكره بينبهروا، ودي حاجه يعني في ناس كتير يعني بره بيقولوا ايه ده بجد، ويقعدوا يسالوني وكده على السينما المصريه وكده، وبقول لهم ان يعني مصر هي الهوليوود بتاع العالم العربي، وبقعد افهمهم كده. هما يعني بينبهروا بسهوله. زي ما احنا منبهرين بيه هما برضه يعني منبهرين بيه ده قوي. رشحتي لحد افلام عربيه يشوفوها او افلام مصريه؟ عمري بس برشح للمصريين افلام فرنسويه. برافو. طب رشحي لهم عشان برضه تشيلينا هناك شويه. خلاص هعمل كده. المره الجايه. عشتي فتره كبيره في تونس، قولي لنا الكلمات الجايه بالتونسي تبقى ايه؟ نفسنا بجد ما اعرفش. انتوا عارفين ان انا اصلا بابايا مغربي، يعني اصله مغربي، وانا ما بتكلمش مغربي خالص. بتتكلمي تونسي؟ ما بتكلمش غير مصري. تونسي صعب برضه على فكره. بجد؟ دي عشتي فتره كبيره في تونس. بيغنوا وهم بيتكلموا يعني. مش عارفه اقول لك خالص. انت عارف؟ لا طبعا انا بسالك. بص انا صراحه مش عارفه خالص برضه. انا سبت تونس وانا عندي يعني 5 سنين 6 سنين يعني. فهكلم يعني صاحبتنا وهسالها، هنشوف بقى، هنكتشف مع بعض. الو. ايوه فاتن عامله ايه؟ ازيك؟ الحمد لله. هي بتتكلم مصري عشان انا افهم. انا بعمل معكم تحكين ولي نقلب مصريين كيفكم. بقول لك ايه، ممكن انا هقول لك، انا في انترفيو ممكن اقول لك كلمات تقول لهم بتونسي ايه؟ يلا. عارفه يعني ايه نفسنا؟ معناتها تاخدني بالنفس يعني سهله. لا نفسنا يعني كيلكو كي يعني كي لا مش جالو. ايوه جالو شويه مش نفسنا جالو. لا بغير وبغير. ايوه غيره بس كلمه تانية. في كلمه تانية الغيره كره، اللي هو بتغلي من جوه. لا ده حقد، ده عادي، ده عندنا ده. لا غير حقد دي عندنا عادي. دي عندنا عادي. طب استني، نفسنا يعني جالو بس كلمه تانية. نفسنا معناتها تغزر لك للحاجات اللي عندك. ايوه برافو. ايوه منك. واحنا نقولوا واحده تاخذ بالعين، ولا واحده ايه تاخذ بالعين؟ انت تحب تاخذ بالعين، معناتها واحد ياخذ بالعين. نفسنا هي ذيك العين. ماشي. طب هقول لك كلمه ثانيه. مرمطه يا فاتن. ايه اللي مرمطه دي؟ مرمطه معناتها تقتل بالضحك. لا مرمطه يعني اللي هو بهدله، يعني متمرمط في الايجابي ولا في السلبي؟ ده سلبي. دقدقت معناتها. دقدقت. طب حلو. اخر واحده بقى. شحتفه سي كون، يعني لما بتعيطي وبتعملي كده. تسخفه. شفت مش شيء ça veut dire tu fais pitié, voilà. Non, pas fait pitié. Non. يعني quand tu pleures et tu genre tu sniffes comme tu renifles comme ça avec ton nez, genre tu كده. ton nez coule et tu fais comme ça. انتم مش تقولوا لها بالمصري؟ بنقولها شحتفه. انت تشحتفه، احنا ما نشحتفش. بتقول لك انا مش بنشحتف. الموضوع ده عندنا بس. خلاص مش مشكله. شكرا ليك يا فاتن. شكرا يا فاتن. برافو يا فاتن من سباكس يا جماعه. احلى ناس، احسن ناس، احلى ناس واحسن ناس.
قلتي قبل كده ان دايرتك في الصحاب بتحافظي عليها دايما صغيره، ليه بتخافي من غدر الصحاب ولا ايه السبب؟ يعني مش بخاف من غدر الصحاب الصراحه، عشان هو كده كده هيحصل، وده بيحصل لينا كلنا وبنتعلم منه، وده الحياه يعني انا جربت تجربه ان انا عندي 50 صاحب، وجربت تجربه ان انا عندي 5 صحاب قريبين، وحسيت ال5 دول احسن يعني. وانا مش بعمل صحاب بسهوله، ودي بحسها حاجه كويسه يعني، ان انا الناس القريبه مني قليلين، وانا بالنسبه لي هي يعني مش عارفه اقولها بالعربي ازاي، بس هي كواليتي اكتر من كوانتيتي، يعني هي الكيف احسن من الكم. برافو. حلوه دي، انا لازم اعمل اغنيه كده. انا بحب ان انا يبقى عندي صحاب قريبين اكتر من صحاب كتير قوي مش قريبين مني يعني. انتي مامتك صحاب جدا، قولي لكل الامهات 3 نصايح عشان يصاحبوا بناتهم زيكم. 3 بس؟ عندك 4 اقول؟ عندي كتير. طب قولي. يعني نصايح ممكن ان لازم ان الامهات او الاهالي عموما يعني يفهموا ولادهم كل حاجه، وما يقولوا لهمش لا ما ينفعش نتكلم عن ده، لا ما ينفعش تقولوا ده، عشان في الاول وفي الاخر هم هيكتشفوا بره، او حتى دلوقتي يعني احنا جيلنا تليفونات واحنا ممكن نكتشف اي حاجه في ثانيه، فاحسن ان هم يفهموا منك من ان هم يفهموا من الناس بره بطريقه غلط. لازم يبقى في سيستم، يعني ان مثلا انا واهلي ما ينفعش واحد فينا يتغدى لوحده، يعني لو انا وصلت بالمدرسه قبل اهلي لازم استناهم عشان كلنا نتغدى مع بعض كل يوم. يعني غريبه قوي لو اتغديت لوحدي يعني دي. فلما اكتشفت ان في ناس تانية بيخشوا البيت ويتغدوا لوحدهم، يعني كانوا اصغر مني ساعتها، يعني حسيت ان هو لا لازم يبقى في نظام، وحتى لو طبعا ما فيش وقت انكم كلكم تقعدوا مع بعض او كده، لازم يعني يبقى في مثلا خروجه كل اسبوع كلكم تخرجوا مع بعض وتنبسطوا مع بعض وبس. ولازم تعملوا يعني سيف سبيس ان هم يجوا يكلموك في اي حاجه من غير ما يخافوا، ما يخبوش عليك، ويجوا هم اللي يبقوا عايزين يكلموك. تعرفي ان معظم مشاكل البنات مع اهاليهم بالذات ان هم بيخافوا يصرحوهم بحاجات حصلت لهم. بالظبط. انا بقى عندي مشكله ان انا بحاول اعمل حاجات زي الناس في سني، ان هم ما يقولوش لاهاليهم حاجات ما بعرفش. حاولت بقى، انا ما بعرف، انا بجد لوحدي ببقى عايزه احكي لهم، وده بحس ان ده يعني عشان كده دايما بقول لمامتي انا بجد انا خايفه ان انا ما بقاش ام زيك، بخاف ان انا ما اعرفش اعمل كده. يعني ده مش بقول لنفسي ان انا يعني جامده قوي وان انا عايزه بنت زيي، بس قصدي يعني ان انا نفسي ان انا اعرف اربي بنتي زي ما مامتي ربتني يعني. عملتي في مسلسل نزوة دور بنت حبت واحد أكبر منها، ممكن تحبي واحد أكبر منك بكتير، وقولي لنا مواصفات الولد اللي بيعجبك. يعني أنا حاسة إن أنا لما هاجي أحب حد مش هيفرق لي يعني هو أكبر مني، الصباع ده أطول من الصباع، يعني الحاجات دي مش حاسة إن إحنا لما بنحب حد بنحبه بكل مواصفاته وكل حاجة بتيجي معاه. فأنا مش بحس إن دي مشكلة يعني لو بني ادم كويس خلاص يعني ايا كان سنه يعني في ليميت اكيد. اكيد مش يعني اخرك كام كده في الكبر؟ اخري اصلا عارف انا بخاف من ايه، خايفه اقول سن فالراجل اللي انا هحبه يعني في المستقبل يطلع فاهم ان انا عشان قلتها هيجي، او بس يعني ممكن يعني مش عارف. يعني اخرك مثلا اكبر منك 10 سنين 5 سنين؟ 10 حلوين 10 لذيذ صح؟ اوكي اوكي. وايه وقول لنا مواصفات الولد اللي بيعجبك. لازم يبقى قريب من ربنا، يعني بيراعي ربنا في تصرفاته، عشان ده معناه انه هيبقى بني ادم كويس عموما يعني. لازم يبقى انا عندي حاجه كده، لازم يبقى بيتكلم فرنساوي، هي دي حاجه غريبه بس انا عشان يعرف يتعامل مع بابايا، عشان بابايا العربي بتاعه مش احسن حاجه يعني. لازم يعني انا بفهم الناس من ازاي بيعاملوا الناس اللي يعني مش اقل منهم، بس الناس اللي في بوزيشن اقل منهم في الحياه يعني، عشان ده يعني بيقول حاجات كتير قوي عن شخصيه حد. اخر حاجه لازم يبقى لما اساله انت عايز تعمل ايه في حياتك يعرف كويس قوي عايز يعمل، يعني ما بحبش توهان يعني. وشكله بعمل ازاي بقى؟ شكله صح لازم يبقى رياضي جدا، لازم يبقى رياضي اكتر مني، عشان لو هو مش رياضي دي مشكله يعني كبيره. اي حد بكرش يبعد عن لينا. ممكن يكون عنده كرش ورياضي ولا ايه؟ لا ما ينفعش طبعا. لا صح ما ينفعش، بس لازم يبقى رياضي نشيط، يعني اللي هو بينزل يجري ينزل مع اصحابه يلعبوا، مش اللي هو دايما قاعد يعني. اوكي. وشكله بقى؟ شكله بجد ما عنديش شكل طويل بحبه. قصير تخين رفيع؟ يعني اطول مني يعني الافضل يعني. بدقن ولا من غير دقن؟ يعني في النص، في كده دقن في النص يعني. اوكي يعني. طيب بقى بس عادي من غير دقن ما عنديش مشكله، الدقن ما بتفرقش الصراحه. اوكي. ملون عينيه ملونه وكده ولا ممكن عين سوداء؟ الاثنين والله بحب الاثنين، بحب السمر وبحب البيض جدا، يعني ما عنديش مشكله خالص في الشكل يعني. وبعدين بحس ان الشخصيه بجد هي اللي بتغير شكل بني ادم، عشان في الاخر الشكل ده احنا بنتعود عليه. ففي ناس بجد بيبقى شكلها بجد حلو وبعدين انت بتبدا تتكلم وبجد الموضوع بيبقى صعب قوي وبيوحشوا في عين كل الناس. انا بجد بتكلم بجد والله حقيقي بيحصل فعلا. وفي العكس،
في ناس تشوف صورته تقول ايه ده، وبعدين تيجي يتكلموا وتحس انت عايز تبص عليهم وعايز فبجد الشكل بجد ما بيفرقش معايا، وانا عارفه ان انا مش صدقوني مش بقول كده وخلاص، بس انا فعلا مش بيفرق معايا الشكل خالص. حاجه اكتشفتيها في دينا الشربيني وخالد النبوي ويوسف جبريل. دينا الشربيني وخالد النبوي ويوسف جبريل ليه؟ اوكي. بعد التصوير دينا الشربيني هي مش ام قد ما هي صاحبه، يعني هي روحها صغيره قوي يعني، وانا بحبها قوي، هي حقيقيه قوي، مش عارفه افهم لكم ازاي، بس هي بجد جميله. ومن زمان يعني انا مثلت معاها في هبته، ما كانش عليها مشاهد مع بعض بس شفنا بعض كذا مره يعني في التصوير، ومن وانا صغيره وهي روحها حلوه يعني. استاذ خالد النبوي بس دي حاجه الناس تعرفها عنه، ان هو تمثيله واو، بيخليك انت احسن، بيديك كتير، بيديك اداء يعني. هو تمثيله بيخلي الشخص اللي قدامه يمثل احسن واحسن، فدي حاجه جميله جدا. يوسف جبريل، يوسف ان احنا شبه بعض جدا، ان هو احنا فعلا زي الاخوات يعني، احنا فعلا يعني اكننا متربيين في نفس البيت، بس مش يعني حتى اهالينا مش شبه بعض، ولا الحاجات اللي احنا كبرنا فيها عموما مش شبه بعض، بس احنا فعلا كل حاجه عندنا نفس يعني نفس ارائنا نفس الحاجه. لما مره بيقول لي مش فاكره، كنت بقول له انا عايزه في المستقبل يعني ابني يبقى اسمه كذا، فقال لي ايه ده غريبه قوي، انا كمان عايز بنتي يبقى اسمها نفس الاسم بس كبنت يعني. كانت حاجه جميله جدا، فبجد عندنا نفس الحاجات في حاجات كتير قوي. اهبط ما يهمكش. بما انك خبيره في اللغات والبلاد هعمل لك اختبار فيهم، ولو ما عرفتيش اهبطي ما يهمكيش، ومهدي هيغششك الاجابه. ماشي يلا. ما هي البلاد اللي ما حدش ينفع يحلق فيها نفس قصه شعر الحاكم؟ انا عارفه، كوريا الشماليه. صح، عشان كيم جونج اون ولا ما اعرفش. صح. رحتيها كوريا الشماليه؟ لا ده رعب عمري. بخاف قوي من الحاجات دي، عارف الحاجات اللي فيها سياسه زياده عن اللزوم دي. اصل كلمه اباجوره فرنش، ايطالي. اباجور، ومش بالايطالي اباجوره؟ صح، ايطالي. سيها بالفرنساوي اباجور، لاتيني اصلا. طب حلو قوي لاتيني. اين يوجد البرج الايقوني؟ البرج الايقوني ايكونيك تاور. يس، في العاصمه الاداريه. برافو. بلد ما فيهاش صحراء خالص. بلد ما فيهاش صحراء في كتير ولا هي بلد واحده؟ هنا في المنطقه. هنا في المنطقه، مش في مصر، في المنطقه العربيه. لازم تبقى في لبنان. صح برافو. ايه الجمال ده؟ لبنان، عمري ما شفت صحراء في لبنان. اذكري 4 كلمات فرنسيه بنستخدمها في اللهجه المصريه. قميص. هو قميص ده بالفرنساوي؟ شميز، مش هي نفس الشكل؟ كميسيتا، صح، معلش. وساباتوس، صباط، جزمه. ما تعرفوش صباط؟ لا، شبشب. لا، صباط ده اللي هو جزمه عادي. اوكي. طوموبيل، لا دي طوموبيل. لا، شفته في فيديو كده القصقص هو بيكلم مغربي بيقول مغرب بيقولوا انت كده اخرس مش مغربي. ايه بقى؟ ماشي اوكي. هعرف كلمات فرنساويه بنستخدمها في ميرسي. طبعا. شكرا. كلنا بنستخدمها كلنا. ميرسي كلنا. صح. بنطلون. صح. بنطلون. اوكي. وتيشيرت. لا بهزر، ده مش كنت هقول كوتشي. اي حاجه في العربيه. لا ما بتتقالش. اي حاجه في العربيه هتلاقي فرنساوي. صح. الدريكسيون. صح. وفي حاجه تانية. الاسانسير. بنقول الاسانسير. حولي المثل الشعبي ده الى فرنساويه. طلبوها اتعززت. فاتوها اتندمت. تفهمها اصلا المثل ده؟ يعني إيه؟ طلبوها عملت فيها حاجه ولما مشوها. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال؟ صح جدا. خلاص هتبقى ils l'ont demandé, elle s'est pris pour quelqu'un, ils l'ont fait partir, elle a regretté. احنا نسال مامتك الكلام ده صح؟ يبقى نسقف لها. خلصت اخر حاجه. كانت حلوه دي. يلا نلعب دلوقتي. هنلعب معاكي جرين فلاج او ريد فلاج. اقلبي صفحه وامسكي الكروت ومهدي هيسالك. اوكي جاهزه؟ طيب اول حاجه، بيعمل لايك على صور الاكس بتاعته دايما، جرين فلاج ولا ريد فلاج؟ ايه السبب؟ ليه يعني ما يعملش؟ لو كده يبقى ريد فلاج. لا طبعا. اوكي. بيقول لك انا مش بحب. لا يعني لايك ثانيه واحده. لايك دايما. لا اي ستوري تلاقي لايك. لا مش عاجبني. غيوره انت في الحب؟ لا خالص. امال ايه؟ خالص. طب ما انت غيوره اهو، ده لايك خالص. لا ايوه بس يعني الاكس بتاع، فاهم قصدي يعني. اوكي. اصل ممكن يكونوا طبعا ما هم
طبعا يعني ممكن يكونوا لسه صحاب او مش لسه صحاب، بس استنى خليني اقول الجمله لسه في تبقى مشاعر. جمله مفيده. لا ممكن يكونوا عادي يعني ما سابوش بعض وهما متعصبين من بعض، عادي ده عادي، بس يعني ان لايك ايه ده في ايه يعني. انا اصلا مش بحب الناس اللي بتعمل لايك على كل حاجه ودايما ماسكه تليفوناتها يعني عموما يعني. ماشي. بيقول لك انا مش بحب اعبر عن مشاعري بالكلام. ليه؟ اخرس ولا ايه؟ لا طبعا لا. اكتر كلمه حب بتعجبك ايه، او كلمه اعجاب بتحبي تسمعيها دايما؟ يعني اكيد بحبك يعني. لا غير ولا بحبك إيه؟ في كلام تاني، في انا جنبك دايما، انا في ظهرك، الكلام الحلو ده. بص يعني انا فعلا عمري ما عشت قصه حب يعني الصراحه. وعمري ما يعني كنت مع حد في حاجه يعني مش، فانا بجد مش عارفه ما تعرفيش. يعني ما جربتهمش عشان اقول لك ان انا بحبهم او مش بحبهم يعني. اوكي انا جنبك، انا معاكي، ما تقلقيش، انا بحبك، انت اللي ليا، دي دنيتي. واو لذيذ قوي. لا عمري ما يعني مش عارفه يعني. بص ان شاء الله لما يحصل لي حاجه هرجع لك اوكي رجعي لنا بالاجابه. بالإجابة. طيب دايما في تعليقات سلبيه على لبسك، وبيقول لك مثلا اللون ده مش لايق عليكي، دايما لو شافك دايما يعني ليه؟ انا اصلا معظم الوقت لبسي بيبقى حلو. فده حاجه يبقى عنده مشكله في دماغه. طب ده جرين فلاج ولا ريد فلاج؟ يبقى ريد فلاج لو دايما يعني، بس هو اكيد لو مره بيقول مثلا اللبس ده مش شكله حلو يعني، هو اتليست بيقول لي الحقيقه. هو دايما عنده تعديل، مش شرط لا التعديل. ما بحبش كده خالص، ما بحبش اللي هو اي تعديل وخلاص يعني. ايه ده؟ بيقول لك لو بتحبيني امسحي كل اصحابك الولاد من على السوشيال ميديا. لا طبعا، اصلا انا مش هطلب من حد ان هو يمسح صحابه من على السوشيال ميديا كمان. طب ليه يعني؟ كله ما تعرفيش. اصل في الاول في الاخر يعني انا صاحبه بني ادمين فاهم، ولا بنات ولا اولاد. لو قال لي امسح كل ولادها اقول له لا طبعا يعني. لو واحد صاحبي بقاله يعني 20 سنه امسحه ليه اصلا؟ ايه ده؟ ما عندوش ثقه في نفسه خالص. لا مش عاجبني. ده انا يبقى حاسه انا خلاص بتكلم على حد ايه؟ ده بالسلامه خلاص. لا مع السلامه الباب هناك يعني. حتى لو بتحبيه؟ حتى لو بحبه احبه ايه؟ احب ليه؟ عنيفه انت. لا أوكي. لا. طيب بيكلم صاحبتك بتكلم الاكس بتاعك من وراكي. صاحبتك بتكلم الاكس بتاعك من وراكي. تقول له ايه؟ بتكلموا لسه في علاقه منهم، ده تقطعي معاها ريد فلاج ولا جرين صحاب فلاج؟ يعني بيتكلموا خلاص، ده جرين فلاج ولا ريد فلاج؟ لو صحاب عادي يعني. اوكي لا ما عنديش قشطة؟ مشكلة. اوكي. وبعدين ده الاكس بتاعي فانا ماليش دعوه بيه خلاص يعني، مش بحبه يعني، فخلاص يعني ما يروح يعمل اللي هو عايزه وهي تعمل اللي هي عايزاه. برافو عقله. كل ما تتعرفي على حد جديد بيحسسك انه مش كويس ليكي انك تعملي حاجه معينه في حياتك، يعني كل شويه عنده تعديل على سلوكك، ما تعمليش ده. لا بالنسبه لي لو حد حبني او حد ارتبط بيا هيبقى حبني بكل الحاجات اللي جايه معايا، فمش هيجي بقى بعدين لما نرتبط او نبدا نحب بعض يحاول يغيرني يعني. لا. طب بيغلط كتير بس كل مره بيرجع يعتذر ويندم، يعني هو بيغلط وبيعترف وبيندم. كل مره بيغلط ويجي يعتذر ويندم. لا انا اصلا مش بدي فرص كتير اصلا. مش حتى في الصداقات بتاعتي مش بتاعت ناس، مش بتاعت فرص يعني حد لو غلط مره زي غلط 20 مره على حسب الغلط. ما بيسيبكيش تتكلمي دايما وبيقطعك في اي نقاش؟ لا طبعا، ده حتى يعني في الصحاب ما احبش كده. اوكي خالص يعني. مش بيهتم بعيد ميلاداتك او مناسباتك الخاصه؟ هو انتوا ايه ده مين الراجل اللي معفن ده؟ مين الراجل المعفن ده؟ ده ايه ده معفن خالص. لا انا بحب عيد ميلادات، ده بالنسبه لي بحب قوي العيد ميلادات، بحب اهدي الناس وبحب الناس تهديني. انا بحب الهدايا وان حد يظبط لك حاجه عشانك والعيد ميلادات، وحتى يعني فويس مسج لو حد بعت لك فويس مسج بيقول لك كل سنه وانت طيب، انا بجد انت مهم بالنسبه لي، انت كذا كذا، ده بالنسبه لي ده اهم حاجه يعني. فلا طبعا. طيب كل خروجه بيقول لك اعمل لي يريحك، اي حته انا معاكي فيها. كل خروجه واي يعني وقت. لو قلت يعني لو قلت له لو قلت له يلا نسافر دلوقتي حالا هيقول لك يلا انا معاكي. لا هو حلو قوي ده، بس لازم يبقى برضه يعني ياخد قرارات يعني لو هو عايز هو سايب لك انت تعملي اللي انت عايزاه، اي خروج انا معاكي، اي لا مش الدرجه دي، ما بحبش كده. انتوا لا كده عاجبكم ولا كده عاجبكم. لا اصل لو دي كده علاقه ما فيهاش روح، ما فيهاش خناق، ما فيهاش اللي انت حاضر. لا ما بحبش كده، لازم يبقى في تناقش، لازم نتكلم. مش بحب الخناق، بس اللي هو انت عايز تروح ده وانا عايز اروح ده، طب يلا المره دي انا وانت بعدين انت كده، مش اللي هو حاضر يا فندم. ايه ده؟ مش شغال عندي يعني. بيحبني بس يعني لازم يبقى في يعني. عمرك ما مثلا لو عندك اخوات او كده ما اتخانقتش معاهم خالص؟ لا اتخانقت طبعا اكيد. طبعا ده بيخليكوا اقرب، بيخليكوا بتحبوا بعض اكتر. فلازم يبقى في شويه يعني في شويه كلام ويعني في نكش يعني. ايوه في نكش في العلاقه. احنا خلصنا ويسبر بوك بس كده خلاص، وكنا مبسوطين معاكي النهارده ومحضرين لك مفاجاه انت بالذات. عملتي اسراء عملها لك. ايوه خدي افتحي دي شوفيها. شفتي سمعتيني ها.
افتحي. ايه ده، انا خايفه. لا خايفه، ما تخافيش، مش مش هقطع الورق عشان بقول لك ايه، انا بحب اعمل كده. اعملي كده. انا خايفه. واو تحفه. انتي اللي عملتيها؟ اه تحفه. تحفه بجد، شكرا قوي. شكرا ليك يا لينا. شكرا. ما نسيتش الحسنه. شكرا. احنا بنشكرك جدا جدا جدا، وأنا بشكرك. ونورتي ويسبر. ان شاء الله نشوف في لقاءات تانية كتير. شكرا قوي.